السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سماح ودي قناتي وصفات سماح. النهاردة بقى نعمل وجبة جميلة جدا تنفع للفطار وللعشاء، وجبة صحية تنفع للي بيعملوا حمية غذائية ودايت، مفيدة جدا. انتوا عارفين طبعا فوائد الافوكاتو. بتجيب الافوكاتو بيبقى طري كده ومستوي، ما ينفعش الناشف. في الوصفة دي بتجيب الافوكادية كده وتدوسي عليها وتكون شكلها غامق كده. ومعانا 2 توست اسمر وبيضتين مسلوقين. بنجيب الافوكاتو الاول، بنفتحه كده بالعرض بسكينة. بنشيل اول البذرة اللي هي ممكن تقع في الافوكاتو واحنا بناكله، بنشيلها خالص ونريح دماغنا. وبنقسم الافوكاتو كده نصين، والبذرة الكبيرة دي بتجيبي السكينة وبتخبطي كده على البذرة، بتطلع بسهولة جدا عشان الافوكاتو كمان مستوي فبتطلع معايا بسهولة. وبنبتدي بنطلع قلب الافوكاتو بمعلقة صغيرة في الطبق، بيطلع معايا بسهولة طبعا عشان هو مستوي. زي ما قلت لكم اهم حاجة تكون الافوكاتو مستوية، والافوكاتو ليه فوائد كتيرة. نجيب شوكة وبهرس الافوكاتو كويس. وصفة سهلة وبسيطة جدا تنفع للفطار لأولادك، صحية. بجيب ليمونة، عصير ليمونة واحدة بس، وملح وفلفل أسمر، ودي شطة خشنة مش حراقة اللي بيحب يضيف أو اللي عايز يحط شطة حراقة يحط. ومعلقة زيتون صغيرة، ما تكتريش في زيت الزيتون عشان زيت الزيتون سعراته عالية زي الزيت العادي بالظبط. وبنقلب الخليط ده كله. تقدري تاكلي كده الافوكاتو مع البيضتين المسلوقين، بيبقى وجبة متكاملة جميلة جدا. وهنا التوست حمصته، وجبت بقى الافوكاتو وفردته على التوست. زي ما قلتلك تقدري تاكلي الافوكاتو كده مع البيض المسلوق بس، او تاكلي توستاية واحدة جميلة جدا. والوجبة دي مشبعة مشبعة جدا الوجبة دي يا جماعة والله، ومتجربة يعني طعمها تحفة، جربوها الطعم هيعجبكم جدا، والسعرات الحرارية بتاعتها مش عالية. بجيب هنا البيض بقطعه سلايس. لو عندك الآلة دي بتاعت اليدوية دي بتاعت البيض جميلة جدا وبتوفر في البيض، ما بتهدرهوش. بتقطعي البيض شرايح كده وبتزوقي بقى الساندوتش بتاعك زي ما انتي عاوزة. شايفين ما شاء الله بتقطعوا شرايح جميلة جدا. لو ما عندكيش ممكن تقطعي بالسكينة حامية شرايح برضو، بس بيبقى والبيض طري يعني ما يبقاش البيض ناشف وتيجي تقطعيه بيفرول الصفار. وبتزوقي كده على حسب عينيكي بقى ما تحب وتحبي انتي تاكلي. انا بزوقها على شكل وردة. يعني عايزة اقول لكم ان انا اكلت واحد بس شبعني ما شاء الله. وجبة مشبعة وجميلة جدا ومفيدة وكلها فيتامينات وصحية، مع كوباية بقى القهوة كده الصبح، يا سلام، وبألف هنا. وجبة جميلة جدا. وزوقت كده شوية افوكاتو في نص الوردة وشوية شطة حمرا جميلة جدا. لو عجبتكم الوصفة ادعموني بلايك واشتركوا في القناة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.